بيبتدي اليوم بالصحيان الساعة 5 لصلاة الفجر. بتوضى والبس عشان ابقى جاهز بعد صلاة الفجر واروح الجامعة على طول. نزلت اصلي الفجر والمكان كان ضلمة خالص وما فيهوش نور، وكان صوت الكلاب يخوف، بس افتكرت ان رايح اصلي فاطمنت شوية. نعمل كوباية شاي، وياها بقى احسن كوباية شاي تحبها كده هو الشاي الكشري. يا اخي طعمه مختلف وحلو جدا. ما شاء الله، شوف المنظر عامل ازاي. واخد بالك انت من المنظر؟ الشكل ده كده ما تشوفوش الا لو انت مصلي الفجر. يعني لو صليت كده الفجر كده وبعد الفجر شوية كده طلعت، هتلاقي شكل المنظر ده كده. انا حاليا رايح الامتحانات وما اعرفش ده هيكون فلوج ولا هيكون عبارة عن تجربة مثلا روتيني اليومي، بس المنظر حلو. انا مش شايف حاجة اساسا. الجو حاليا برد بطريقة يعني فظيعة. ف مش عارف اقول ايه. انت هتركب فيه؟ رجعت على الساعة 10:30 كده وبحفظ الورد اللي عليا من القرآن، وده صوتي في القرآن. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ده اكتر موقف مضحك وغريب كان هيبقى السبب اني ارسب في مادة كاملة لو حصل العكس. انا صحيت كالعادة، لبست وصليت ورحت على الكلية علشان ورايا امتحان. وصلت اللجنة بتاعتي وقعدت، مرة واحدة لقيت في بنات عمالة تدخل وتطلع تدخل وتطلع. انا استغربت لان انا عندي اللجنة بتاعتي كلها ولاد، فانا قلت انا داخل لجنة غلط او حاجة، فطلعت اتاكد من الورقة اللي مكتوبة بره على لجنة كام، فلقيتها مظبوطة. بس البنات قعدت خلاص عدي لجنتهم. مرة واحدة كده سمعت حد بيقول ده المادة النهاردة صعبة، والمادة بتاعت النهاردة اساسا سهلة. فانا شكيت كده في حاجة غلط والاشكال غريبة عليا. فانا لوهلة كده وقفت وقلت ده الامتحان بتاع النهاردة كان امبارح. فمسكت التليفون اتاكد، والحمد لله طلع امتحاني بكرة مش النهاردة. فالموقف ده كان غريب ومضحك. انا فضلت اضحك اصلا، يعني كلف نفسي وطلع في البرد ومعرفش ايه، وفي الاخر اوصل وما لاقيش الامتحان النهارده. كان اكتر موقف مضحك وغريب، ويستاهل ان اقول الحمد لله فعلا ان ما كانش الامتحان امبارح. ومن بعد الظهر بقى بيبتدي الشغل الحقيقي، واللي هو بذاكر واخد كورسات في صناعة المحتوى واطور من نفسي في المهارات. والساعة 11 بدخل انام.